الفاكهة في كوريا بتتميز بانها طرية جدا شبعانة، يعني المية نسبة المية فيها جدا كبيرة جدا. حتى حبة الكيوي هنلاقيها مختلفة. ده الميلون الكوري او الشمام الكوري، طعمه لذيذ جدا فوق ما تتخيلوا. العنب الكوري احنا شايفين الفاكهة قد ايه هنا فريش قوي وطازة جدا، مليانة بالمية والعصير. هنا ده العصير في كوريا، انت بيبقوا حاطين كوبايات كده فيها فاكهة، والفاكهة اللي تختارها ان هو بيضربها لك كده في الخلاط. بتضربها مع عسل وتلج. الأسعار بتاعتها يعني حوالي 3 دولار، من 2 ل 3 دولار أسعار في سوق دونجي مول. لو نزلنا تحت كده شوية هنلاقي بقى سوق لكل أنواع المقرمشات أو التسالي اللي ممكن تتخيلوها وما تتخيلوهاش. التسالي هنا ممكن تكون من المشروم بس طعمها حلو، وممكن تكون من الجنزبيل، وممكن تكون حتى من الأسماك، لكن طعمها لذيذ وممكن ان احنا ناكلها كده كتسالي. ممكن هم تقريبا بياكلوها بقى كنوع من انواع المزه جنب الخمور وكده. في محطة مترو هيونتا هنلاقي تشكيلة واسعة جدا من المكسرات، مش المكسرات دي الحلويات الكوري، معمولة من السمسم والعسل، وممكن تكون من السوداني، وممكن تكون من جميع أنواع المكسرات. نفس المحطة بقى نجي بقى للحلويات الكورية. هنلاقي العلب دي اللي هي بيتباع فيها الحلويات الكورية وواخدة الشكل الكوري لو احنا عايزين ناخد هدية لأي حد من كوريا. ودي بقى جميع أنواع الحلويات، هنلاقي معظمها معمول من دقيق الرز لكن مخلوطة مع أنواع من المكسرات. دي مثلا معمولة بالرز ومع السكر البني ومع المكسرات الكورية، كلها مكسرات مفيدة. دي هنا شرايح التوك، صوابع التوك، حتى هنلاقي التوك اللي هو كيك الرز معمول هنا كور صغيرة. كل دي انواع من الحلويات الكورية. شايفين سعرها يعني سبحان الله مش معقول، يعني سعرها رخيص جدا. all ice cake. all ice cake. all ice cake. No. يا قلبي. كلها انواع من الحلويات الكورية ملهاش اخر بصراحة، وهم فنانين في التشكيل. في كوريا هنلاقي انواع كتير قوي من الشوكولاتات بنكهات يعني مختلفة عن اللي احنا متعودين عليها. يعني مثلا هنلاقي هنا دي شوكولاتة بنكهة الرمان، البرتقال، حتى الماكولي ده نوع من الكورية
هي معمولة من الرز. هنلاقي حتى الشوكولاتة بالحبوب السمسم. ده حتى نوع شوكولاتة مش هتصدقوا ان هو بالفلفل الحار، يعني شوكولاتة مشطشطة، بس على فكرة طعمها حلو. انا دوقوني واحدة منها، طعمها مش حراق قوي زي ما احنا متخيلين يعني. بائع المحمصات في كوريا تلاقيه ممكن تلاقيه في الشارع كده بيحمص كل انواع الفول، ممكن تكون فاصوليا، ممكن تكون سوداني، لوز، كلها طازة جدا وريحة التحميص تحفة. ودي المكنة جميلة قوي، وبتاكل السوداني سخن.